يانيك فيريرا لن يرحل. لما سألوا مجلس الإدارة يانيك فيريرا إيه سبب تراجع النتائج والمستوى السلبي اللي ظهر بيه الفريق، قال إن السبب الأساسي عدم حصول اللاعبين على المستحقات المالية، وده بيسبب عدم تركيز اللاعبين، وطول الوقت اللعيبة بتسأله عن المستحقات بتاعتها هتاخدها إمتى. هل الكلام ده صحيح بنسبة 100%؟ يعني ممكن نسبة 50%، لأن هو كمدرب عنده أخطاء فنية كتير، ومش أخطاء فنية بس، هي أخطاء فنية ومتكررة. ده بالإضافة إن من الواضح إن هو عنده مشاكل في التعامل مع اللعيبة. لكن بالنسبة للمستحقات فهي طبعا بتأثر على اللعيبة في الملعب، لأن اللعيبة ديت عليها شيكات وعليها مستحقات مالية. بالإضافة إن اللاعب بيفكر كمان في مصيره إيه، مستقبله إيه مع النادي. كنا شيرنا إن إخوان بزيرة بعت الوكيل بتاعه عشان ينذر نادي الزمالك، أو بعت إنذار عن طريق الوكيل بتاعه عشان ينذر نادي الزمالك. الكلام ده صح وبنسبة 100%. ومش إخوان بزيرة بس، ده كمان محمود بن طايق وكيله بعت لنادي الزمالك إنذار، وادى الزمالك مهلة 15 يوم لتسديد المبلغ أو الجزء اللي هو المستحق ليه، أو يفسخ العقد. رغم إن محمود بن طارق أداؤه في المجمل كويس، لكنه عنده أخطاء وتحس إن هو مش مركز بسبب المستحقات المالية دي. فأنا مقتنع تماما إن المستحقات المالية ممكن تأثر على أداء اللاعبين في الملعب، ولكن الأخطاء الفنية للمدرب واضحة جدا. لكن مش معنى إن هو أنظر نادي الزمالك إن هو هيمشي بكرة، لا، ده مجرد إنذار أول وفي إنذار تاني، وبعد كده بيفسخ العقد ويلجأ للفيفا. ده مجرد إنذار زي ما سيف الدين الجزيري قبل كده عمل. وإن شاء الله خلال الفترة الجاية جون إدوار بدأ إن هو يتحرك، إن هو يتواصل مع محبي نادي الزمالك، وإن هو يحاول يحل المشكلة، ولكن هذا ليس حل جذري. ده يعتبر حل سطحي، أو حل تقدر تقول إن هو المشكلة لازالت قائمة، ولكنها محاولة خارج الصندوق. ده بالإضافة كمان لشيكو بنزا. شيكو بنزا اللي هو مخه طاير ده، ممكن تلاقيه فجأة فسخ العقد بتاعه ومشي. مشكلتنا إن بزيرة ده أو بالنسبة لبنتايك ممكن فجأة تبص تلاقيهم في النادي الأهلي. فدي طبعا هتبقى مشكلة كبيرة جدا. انت كده بتتفرج من اللعيبة، حتى لما بتجيب لعيب كويس اللعيب برضه بيمشي. لازم مجلس الإدارة يتحرك ويبتدي يشوف حلول للعيبة دي. لازم حل ما يبقاش وقتي، حل يبقى جذري، نقدر إن احنا نخلص مستحقات اللعيبة ديت أول بأول. وإن شاء الله نتمنى كل الخير لنادي الزمالك. صباح الفل.